أهلا بيكم حبايب قلبي تلاميذ الصف الأول الإعدادي. هنعمل النهاردة مراجعة على درس اسمه مقياس الرسم، بناء على طلب كتير من التلامذة قالوا لي احنا عايزين نراجع على مقياس الرسم لأن في حاجات وقع منهم فيها. تعالى أول حاجة نشوف ايه هي أفكار مقياس الرسم معايا. قبل ما نتعرف على أفكار مقياس الرسم تعالى نتعرف على تعريف مقياس الرسم. يعني ايه مقياس الرسم؟ قال لي مقياس الرسم ده هو عبارة عن نسبة بين الطول في الرسم والطول الحقيقي. يبقى مقياس الرسم ده يمثل عندي في قلب الرياضة نسبة بين حاجتين، بين طولي في الرسم وطولي الحقيقي. بستخدم مقياس الرسم في عمليتين. العملية الأولى بستخدمها في حالة التكبير، وده بيبقى قيمة مقياس الرسم عندي أكبر من الواحد. والعملية التانية بستخدمها في عملية التصغير، وبيبقى قيمة مقياس الرسم أصغر من الواحد. قوانين مقياس الرسم اللي بشتغل بيها 3 قوانين بحفظهم عن طريق المثلث اللي أنا رسمه لك ده. المثلث ده في أوله موجود فيه الطول في الرسم، الشرطة اللي في النص دي معناها كلمة على. طيب والنقطتين اللي تحت مقياس الرسم والطول الحقيقي، والخط اللي في النص هو يمثل علامة الفي. لو أنا عايز أجيب مقياس الرسم فبقول له الطول في الرسم على الطول الحقيقي، وده من تعريفه نسبة بين الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي. ولو أنا عايز أجيب كلمة الطول في الرسم وفي علامة في، وده دايما بميزها بيها، يبقى بيحتوي على علامة الضرب اللي هي كلمة في، عبارة عن مقياس الرسم في الطول الحقيقي. أما عندي عشان أجيب الطول الحقيقي هو عبارة عن الطول في الرسم على مقياس الرسم. تعال ننتقل لأفكار المسائل ونشوف بنحلها إزاي. وأول مثال معايا بيقول لي إذا كانت النسبة بين مدينتين هي 200 كيلو متر والمسافة بينهما عندي على الخريطة هي 5 سنتي، اوجد مقياس الرسم. أنا علشان أجيب المسألة زي دي لازم الأول أحدد فين الطول الحقيقي وفين الطول في الرسم. هو بيقول لي هنا النسبة بين مدينتين هي 200 كيلو متر. معنى كلمة النسبة بين المدينتين هي 200 كيلو متر، يبقى ده عندي بيمثل الطول الحقيقي. والمسافة بينهما على الخريطة، كلمة على الخريطة يعني يسمى كلمة الرسم. طب انت بتقول انا عايزة اجيب مقياس الرسم، ومقياس الرسم انا عارف من تعريفه يعني نسبة، والنسبة ليها شرطين يا ميس، لازم يكونوا من نفس النوع ومن نفس الوحدة. طب دول من نفس النوع دي اطوال. طب هل من نفس الوحدة؟ لا، ده عندي بالكيلو متر وده عندي بالسنتيمتر، ما ينفعش. يبقى لازم اول حاجة احول الوحدة الكبيرة الى الوحدة الصغيرة. الوحدة الكبيرة هنا هي بتمثل عندي الطول الحقيقي. يبقى أنا أول حاجة هكتب له هنا إن أنا عندي الطول الحقيقي اللي أنا عايز أحوله هو عبارة عن 200 كيلو متر. أبتدي أضربها عندي في التحويلة اللي أنا حافظها إن الكيلو متر في 100,000 سنتي متر. تعالى نبتدي نضرب. أنا هنزل الاتنين، عدد الأصفار كلهم عندي ادي انا 5 اصفار وادي صفرين يبقوا 7، يبقى انا عندي كل الحسبة 20 مليون. كده انا حولت الكيلو متر للسنتيمتر. ابتدي اكتب عندي القانون بتاعي اللي هو النسبة بين الطول في الرسم الى الطول الحقيقي. هكتب عندي هنا يا ميس اول حاجة انا عندي رسم الى حقيقي. الرسم كان عندي في المسألة بيمثل 5 والحقيقي اصبح هو 20 مليون. يبقى أنا عندي الرسم كان بيمثل 5 إلى 20 مليون. ممكن أعملها مباشرة على الآلة وأقول له 5 إلى 20 مليون يطلعها لي عندي 1 إلى 4 مليون. كده أنا جبت النسبة بين الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي. وطبعا طالما أنا بادئ بالصغير يبقى العملية اللي قدامي دي اسمها عملية تصغير، لأن قيمة مقياس الرسم هنا أصغر من الواحد. طب لو قال لي ماذا يعني؟ أقول له يعني أن كل 1 سنتي في الرسم يقابله 4 مليون سنتي في الحقيقة. دي كانت أول فكرة عندي لما يجي يقول لي أنا عايز أجيب مقياس الرسم. هناخد على نفس الفكرة مثال تاني. يجي يقول لي إذا كان طول حشرة في الصورة 4 سنتي وطولها الحقيقي 2/10 ملي، اوجد مقياس الرسم. اتفقنا ان مقياس الرسم لازم أن يكون الوحدتين من نفس النوع ومن نفس الوحدة. هل ده سنتي وده ملي متر؟ هل من نفس الوحدة؟ لا.
عندي حاجة كمان جميلة قوي، أول ما أشوف مسألة الحشرة يعني أضربها في 10. يبقى أنا أول حاجة أول ما بشوف السنتي في مسألة الحشرة بضربها على طول في 10. أنا عندي الطول في الرسم هو المرة دي اللي أنا هحوله، يبقى أنا هقول له إن الرسم اللي هو عبارة عن 4 سنتي أنا هبتدي أضربه في 10 هيديني هنا عندي 40 ملي متر. أبتدي أكتب النسبة بين الرسم إلى الحقيقي. طب الرسم عندي أنا حولته بقى عندي 40 والحقيقي عندي بيمثل 2/10. لو أنا جيت عملتها بالآلة هتطلع مباشرة. طب لو أنا حابب أعملها من غير الآلة، تعال نوقع العلامة العشرية. علشان أوقع علامة العشرية هضرب الليلة دي كلها عندي في 10. لما أضرب حدي النسبة في 10 دي بقت عندي 400 وهنا عندي بقت 2. يبقى 400 إلى 2 يبقى فيا 200 إلى 1. وفعلا دي عملية تكبير لأنها أكبر من 1 لأن عملت تكبير للحشرة. أو على طول مباشرة أنا أقول للآلة 40 إلى 2/10 تطلعها لي 200 إلى 1. تعالى ننتقل للفكرة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها من كتاب المدرسة بيقول لي صنع نموذج لبرج القاهرة بمقياس رسم 1 إلى 200. المرة دي مديني مقياس الرسم. فإذا كان طول برج القاهرة 187 متر المطلوب مني إيجاد طول برج في النموذج بالسنتيمتر. يعني المطلوب إن أنا أوجد الطول في الرسم. تعال نشوف نحلها إزاي. أول حاجة أنت مديني النسبة بين مقياس الرسم هي 1 إلى 200. طالما مديني النسبة يبقى أنا أعرف إن أنا هحل مسألتي بطريقة التناسب. يبقى أول حاجة يا ميس أنا هكتب عندي النسبة بتاعتي رسم إلى حقيقي زي ما أنا متعود. 1 إلى 200 هبتدي أكتبها، يبقى هنا 1 وتحت هنا عندي 200. هو مديني إن طول النموذج ده هي 187 متر، يعني في الحقيقة هو طوله 187 متر. وابتدي أحط تحت الرسم هو علامة الإكس. ابتدي أعمل عملية المقص عشان أجيب الطول بتاعي في الرسم. أشد شرط الكسر اللي ماسك في إيدي الإكس في المقص هي 200 أنزلها تحت وأضرب فوق 187 في 1. آخر حاجة بعملها عملية التحويل. أنا كانت عندي 187 دي بالمتر وهو عايز يطلع الإجابة بتاعته بالسنتي. عشان أطلع إجابتي كلها بالسنتي لازم أحول من المتر للسنتي، يعني أضرب في 100. ابتدي شوف عندك الأصفار موجودة فين. الأصفار موجودة تحت، يبقى التحويلة بتاعتك موجودة عكس وجود الأصفار. لو الأصفار بتاعتي تحت يبقى أنا هضرب فوق، ولو أصفاري فوق يبقى أنا هضرب تحت. أنا أصفاري المرة دي تحت يبقى أنا هعمل عملية الضرب فوق، يعني أنا هضرب فوق في 100. هبتدي أضرب فوق عندي في 100 عشان أعمل عملية التحويل. لما أضرب عندي في 100 بقت 187 في 1 في 100 على 200. ممكن كلهم أعملهم بالآلة. تعال نشوف إزاي. هفتح الآلة بتاعتي وابتدي أجيب علامة الكسر وأقول أنا هضرب 187 في 1 في 100 وانزل سهم لتحت واقسم على 200. تطلع لي الآلة 187 على 2. طب أنا عايزة أحولها لعلامة عشرية، أدوس علامة الاس دي تطلع لي 93.5. يبقى الإجابة بتاعتي طلعت عندي 93.5 سنتيمتر. أرجع أكتب إجابتي يا ميس هي 93.5 سنتيمتر. كده أنا حولت من المتر إلى السنتيمتر وجبت الطول عندي في الرسم. تعال نشوف المسألة اللي بعد منها. يجي يقول لي إذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة هي 14 سنتي مرسومة بمقياس رسم 1 إلى 300 ألف، اوجد البعد الحقيقي بالكيلومترات. نفس الكلام انت مديني نسبة، يبقى أنا هحل المسألة بتاعتي على شكل التناسب. أول حاجة يا ميس أنا هكتب عندي رسم إلى حقيقي وابتدي أحط 1 إلى 300 ألف. بعد ما أحط 1 إلى 300 ألف أبتدي أرجع للمسألة. أنت بتقولي المقياس الرسم ده اترسم على الخريطة بطول 14 سنتي، يبقى أنا تحت مقياس طول في الرسم هحط 14 سنتي وابتدي أجيب الطول الحقيقي. وما تنساش إن هو طالب الطول الحقيقي يطلع بالكيلو أمتار. يبقى أنا هقول له إن الإكس وأعمل عملية المقص. أشد شرطة كسر اللي ماسك في إيدي الإكس في المقص هو 1 ينزل تحت وأضرب فوق 14
في 300,000. الميس قالت لي لما تيجي تعمل التحويلة عكس وجود الأصفار موجودة فوق يبقى أنا هضرب تحت. تعالى نضرب تحت. أنا عارف إن الكيلو متر في 100,000 سنتي، يبقى أنا يا ميس هضرب تحت هنا عندي في 100,000 سنتي. ولد شاطر هيقول لي أدي 5 أصفار يا ميس هيضيعوا مع ال5 أصفار، يبقى عندي 14 ضرب 3، 3 في 4 ب12، وواحد في 3 ب3، وواحد يديني 4، يبقى يطلع لي 42 كيلو متر. يبقى كده عرفنا في درس النهاردة ان انا عندي فكرتين بناقشهم عندي في مقياس الرسم. اول فكرة، لو عايز مقياس الرسم يبقى لازم احول الوحدة الكبيرة للوحدة الصغيرة لو هما الاتنين مش من نفس الوحدة. تاني حاجة، لو انا عندي مديني مقياس الرسم اعرف ان انت هتحل مسألتك عن طريق التناسب اللي هو المقص، ولازم التحويلة بتاعتك تعملها في نفس المسألة. وجود الاصفار تشوف مكانها فين، تقوم انت محول عكس وجود الاصفار. لو الاصفار بتاعتك موجودة تحت يبقى انت هتضرب فوق، اما لو اصفارك موجودة فوق هتضرب تحت. وبكده نكون انتهينا من افكار مقياس الرسم، واشوفكم في درس جديد بفكرة جديدة ان شاء الله في الحصة القادمة.